يا عيني قد جسمهم 3 مرات. بالذمه ده كلام؟ يا استاذه، دي مش شنطه رحله، لازم نركز في الكلام اللي هقوله كويس جدا. وزن الشنطه لو زاد ممكن يعمل مشاكل لظهر ابنك على المدى الطويل. نبدا الاول بالسؤال المهم، هو المفروض الوزن يكون قد ايه؟ القاعده البسيطه بتقول ان احنا وزن الشنطه ما يزيدش حوالي عن 10 ل 15% من وزن ابنك. ابنك وزنه 30 كيلو، يبقى المفترض وزن الشنطه من 3 ل 4 كيلو بالكتير. طب لو الشنطه تقيله خالص هنعمل ايه وازاي نشيلها صح؟ لازم طبعا نشيل على الكتفين مش كتف واحد. الحزام يتظبط كويس بحيث ان هو يكون ملتصق بظهره، ما يكونش مرتخي، بحيث ان هو يقوس ظهره لقدام. الكتب التقيله هتتحط مقاربه للظهر. يعني بقى يا جماعه احنا بنحط الكتب ولانش بوكس وازازه ميه كمان لتر ونص. فيها يا جماعه احنا رايحين معسكر مثلا تدريب، نقلل شويه بقى في اللانش بوكس وازازه الميه تصغر شويه، والكتب اللازمه بس هي اللي تتاخد. وعلى ايامنا يعني كان في جدول مدرسه، وانتم ما عندكوش جداول ولا ايه؟ خدي بالك الموضوع مش رفاهيه، ده وقايه من تقوس العمود الفقري في السنين اللي جايه. الفيديو ده لازم يطلع ترند عشان نمنشن بيه للامهات اللي مش واخدين بالهم من النقطه دي، علشان يخلي بالنا من ظهر اولادنا. دي نصيحه من استشاري علاج طبيعي دكتور محمد حسنين.